يا ابني انت ما بتفهمش، انا تعبت وقرفت خلاص منكم، مش مستحمله. وبعد ثانيتين بالظبط واحنا باصين في وش الولاد اللي بنصرخ فيهم دول، نبقى مش فاهمين هو احنا ليه وازاي طلع مننا كل الرياكشنز دي. وتبدا بعدها حفله الذنب والندم، انا خلاص دمرت الولاد، هيطلعوا معقدين بسببي، انا مفيش فايده فيا، واصوات جلد الذات الجميله دي اللي احنا حافظينها. احنا غايب عننا حاجه في منتهى الاهميه فيما يخص التعامل مع مشاعرنا. الحاجه دي لو فهمناها كويس هتعمل تحول في شكل ادارتنا لمشاعرنا وفي ردود افعالنا كمان، وهتقلل كتير من الخسائر والندم اللي بيحصل بعدها. تعريف انا بشوفه من اهم تعريفات المشاعر: emotions are physiological responses happen in the body. يعني ايه؟ يعني المشاعر دي مش حاجه كده بتحصل وبنحسها وخلاص، دي تغيرات جسديه بتحصل جوه الجسم. يعني في تغير في الدوره الدمويه، في ضغط الدم، في سرعه نبضات القلب وغيرها. فانت لما بتنفعلي قوي ردة فعل جسمك اللي حصل فيه التغيرات دي بتسبق عقلك. قبل ما تفكري الموقف يستاهل او ما يستاهلش، تلاقي الجيران وجيران الجيران سامعين صوتك. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا وفعال جدا. كل مره تحسي ان انت منفعله ركزي على جسمك. بدل ما تركزي في تقييم الموقف نفسه واعمل ايه وهتصرف ازاي، ركزي على جسمك. خدي نفس عميق 4 5 مرات، اقفي في الشباك كده استنشقي شويه هواء فريش، اتحركي في مكانك، انزلي تمشي لو متاح ليكي. اعملي حاجه بجسمك بس ركزي عليه. مره بعد مره هتكوني بتدربي جسمك ان لو سمحت لما تلاقيني انا منفعله قوي انت اهدى شويه. وبالتالي تقدري جدا بعد كده تتحكمي في ردود افعالك، وعلاقاتك يبقى فيها قدر من الهدوء والراحه النفسيه اكتر. ما تنسيش بقى تبعتي الفيديو لصاحبتك اللي صوتها بيجيب لاخر الشارع، او بتكتم يا عيني جوه نفسها لما خلاص هتنفجر.